بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا اليوم طبعا في الكويت، طبعا زي ما تشوفون محمية مكيفة كبيرة جدا. الآن نعرف كم حجمها بالمتر المربع. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اليوم التاريخ اليوم الأربعاء 15 مايو. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يزيد ويبارك يا أخوان. ما شاء الله. طبعا المساحة 13,000 متر مربع، كلها مزروعة بالتين. ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم الله جميعا. طبعا معنا صاحب المزرعة غني عن التعريف أبو عبد الرحمن، وعندنا أخونا أبو تركي وعندنا أخونا بعد مزارع تين معروف في منطقة نجران، أخونا مانع الصقور مزرعة هركيل. عدل أبو حبيبي أبو ناصر الله يسلمك. طبعا هذا المشروع الكبير هذا كله اسباني اصفر سوري جاسم واسباني اخضر جامد. طبعا شوفوا هذه الاشجار. ابو تركي المايك عنده، كم عمرها؟ هذه 4 شهور. عمرها 4 شهور. تعال قرب حبيبي. شوف كيف الابداع. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا احنا نبغى الان نسوي فيها عملية كيف تربي شجرة التين. الآن هي قاعدة تقوم بساق واحد. أنت ضروري تقلم القمم النامية، ضروري مهندس، ضروري القمم النامية. عندك هنا أفرع قطية راح تمشي معاك. حلو. الأفرع القطية بعضها كثيرة. شوف تعال قرب مهندس، تعال. بعضها كثيرة. ما شاء الله. شوف 1 2 3 4 كثيرة. انت ايش تسوي؟ بس قلم القمم النامية. حلو. هنا عقب ايام راح تثمر لك، بيمشي معاها الثمر. امورك طيبة. انزل تحت. تخليل الورق. على واحد بس تخليل الورق. شوف يسهل عملية الرش. تمام. والتهوية. يسهل عملية الرش، التهوية للشجرة. حجم الثمرة هذا راح يوصل لك 300 غرام أقل شيء. ما شاء الله. حلو. الهوزين هنا النقاط الري حلوين، بس لكن الحوض صغير. تمام. يا تسكر الحوض أو تكبر الحوض لهنا. اي تمام ابشر. حلو. أنت عندك هنا تشغله صح؟ ايه تشغله على طول. لا ضروري تشغله عشان رطوبة. ايه يسهل يكون لك رطوبة فوق هذا الجذور اللي حق الشجرة. الآن هنا الآن لو تحفرهم جت هنا الجذور، فحاول ان المويه يوصل لهنا. تمام. كل ما وصل لهنا كل ما الشجرة ارتاحت ومشت. تمام. حلو مهندس. تمام ابشر. شوف كيف. ما شاء الله تنظيمكم جدا ممتاز. ابو عبد الرحمن حسب ما وصيتك ولا؟ مقاسات الشجر يعني التزمت انا متر ونص خليته متر ونص. متر ونص. إيه؟ جدا ممتاز جدا ممتاز. يعني الشجر شوف يعني عطى ما شاء الله. يعني هذه عمر 4 شهور. بعمر 4 شهور ومستوى كذا جدا ممتاز. شوف هذه الشجرة راح توصل لفوق بدون تفرعات قوية. القمم النامية هذه استعجل عليها. بس خلاص. شوف الثمار، ثمار حلوة، ثمار غزيرة. ما شاء الله. الحين نروح قسم السوري حبيبنا. لكن بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا السوري تين جاسم. ما شاء الله ابدعت يا ابو عبد الرحمن. وش مهندس. ترى تسلم ايدك، انت لك الفضل الكبير، اعظم من صاحب المزرعة ترى. الله يوفقك ان شاء الله ويبارك فيك. ابو عبد الرحمن كم عمر هذه الشجرة؟ هذه 3 شهور. 3 شهور ونص تقريبا. 3 شهور ونص تقريبا. شوفوا كيف الانتاج. ما شاء الله تبارك الرحمن.
طبعا هذه طبعا من بدت- عقله هي إيه. نتكلم عن عقله كانت. اي مو شتل وكذا. طبعا ابو عبد الرحمن اخذ مني العقل شهر 2 صحيح. نهايه شهر 2. شوفوا كيف الابداعات. طبعا مش مهندس نفس الحركه، نفس القصه. اي حاول انها تكون قزميه ابشر ابشر افضل. ابشر ابشر، حتى اللي تحت عادي تبغى تخليه عادي، ما فيش مشكله. ما عندك اي مشكله، لان هنا عندك انت بيت محمي مش إيه. خارجي تخليه على ساق واحد وبعدين تمام. ينتشر. تمام. ايش اقول لك يعني ما شاء الله ابدعتونا احسن مني. حبيبي حبيبي يا عمي والله. الله يزيدك الله يديك ويبارك. العافيه، الله يديك شوف الصحه. كيف ما شاء الله. الله اخذ واحده نفس اول واحده. الله. اي نعم هاي صحيح. البيت عطى اي مثل نفس اللي أول نفس البيت. اللي هني فعلا ما شاء الله تبارك الرحمن. شغل طيب. ابو عبد الرحمن طبعا هذه تقريبا باقي شهر ونص الى شهرين تقطف لي معه بالبركه والله يوفقك ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن الى الامام. وابو تركي بعد ابدع. الله يحفظه. بس انت ابو تركي يقول سبقته سابقني وبعد إيه. شهر. اي ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب. الله يوفق الجميع في كل خير. ما شاء الله ابو عبد الرحمن. الله يحفظك. كلمه للمتابعين. يعني اقول شرفنا بهالزياره الطيبه للكويت. حبيبي. في محلك ومكانك. الله يسلمك ان شاء الله. الامور هذه كلها بفضل الله، ثم فضلك جزاك الله خير والبشمهندس. الله يسلمكم ان شاء الله مزرعة حبيبي. الخالدية لإنتاج التين. مزرعه الخالديه لانتاج التين الكويت العبدلي. ولا تنسى المهندس وانتظروا ايه اسمع ابو تركي ما شاء الله. ترى كل الخير والبركه هم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابو ناصر الله يديم الليل عليهم في الله يجزاك، مزرعة شرفتوا وأهل الكويت والمكان وبارك مكانكم، لكم. الله يعزك ويحفظكم ان شاء الله. مزرعه ما شاء الله. الله يبارك الله فيك. يسلمك ان شاء الله. يا رب. يوفق الجميع. يا ابو عبد الرحمن. فيكم خير تاكلون منها الصيف ان شاء الله ان شاء الله. ابو ناصر وش رايك؟ ولا اروع منه. يعني اعمار الاشجار 4 شهور ما شاء الله بدات تمر فيها، واتوقع يعني انه في خلال شهر بيكون. نعم نعم احسنت. ما شاء الله تبارك الله. حجم الورقة. نظيف، لا. هو خضري ممتاز. شوف حجم الورقه ياسر على ايدي. ها؟ صحيح. ثمر ما شاء الله في خلال 4 شهور. الله يبارك. كلامك سليم. يهديكم عيونكم. ما شاء الله. اللهم امين. انا اقول هذا مشروع ان شاء الله راح يكون هادف لاهل الكويت خاصه. الله يوفقكم يا ابو عبد الرحمن. وان شاء الله الكويت ما تحتاج لاحد من برا الكويت، بالعكس انتم الكويت في منكم المزارعين اللي تنشد اليد فيهم. الله يوفقكم وانا اشد ايدكم بقوه. الله بالكويت. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. الله يوفقكم. ونسونا بزيارتكم. الله يسلمكم. والله لي الشرف والي الشرف اني اتعنى من والى اليكم. الله يسلمكم ان شاء الله. بش مهندس كلمة على نوعية التين. التين اللي عندنا الحمد لله اسباني، وعندنا القاسم، وزرعنا بعد امريكي، أيوة. وزرعنا الاسباني الاسود، ايوه كذا نوع تين ان شاء الله موجود في الكرديه. بس وين اللي شفته انتج بسرعة؟ لا ما شاء الله على الاسباني والقاسم ما شاء الله. الله يبارك لك ان شاء الله. توقعاتك يا عمي. الله يسلمك ان شاء الله ويوفق الجميع ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصراحة يعني انا خشيت مشاريع تين كبيرة مثل هذا المشروع، بيوت محمية مكيفة، اعتناء قوي جدا انا ما لقيت. يعني المتابعين يمكن ايه احسنت. يعني عمر 3 شهور ونص وتثمر كده الحمد لله رب العالمين. يعني يبين انه اصناف ناجحة. شوفوا كم يعني كم حبة في ثمرة، يعني توها ترتفع الى متر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا تساقط ولا شيء، وما شاء الله تبارك الرحمن. انتظام في الري، التسميد، هيومك اسيد، يعني مبين ان حاطين هيومك اسيد. يم التايم وعد. ايه تايم التسميد، تايم السقي اليومي. ما أيوه. يتغير. أحسنت. الشغلة كانها بيولوجية. هذا اهم شيء. بالضبط. اهم يعني شيء. العملية ما هي ابو عشوائية. ابو عبد الرحمن، ناس كثير تتكلم تقول لك انا زرعت تين السوري جاسم ونجح عندي، انا زرعت التين الاسباني الاصفر ما نجح عندي. احنا نقول الفشل من الفشل احيانا المزارع
مو مثل ابو عبد الرحمن ولا يهون الجميع طبعا، ولا يهون الجميع مزارع وكفو انا اقول، ولكن اعتني مثل ابو عبد الرحمن راح توصل الى مرادك. ما شاء الله يا ابو عبد الرحمن. طبعا شوف ابو عبد الرحمن كم خط حاط، شوفوا كيف، يعني هنا خط في النص، هنا خطين، 1 2، هنا في النص ما له شغل في التين، ولكن هذا تبريد في الصيف ماكو مكان تبريد، فهذا يكون تبريد الى جميع الشجر. شوفوا كيف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا لمدى بعيد، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. طبعا عدة انواع، ولكن هنا نوعين اثبتوا جدارتهم. يعني شوفوا كيف فرق هذه الشجرة وبين هذه الشجرة. طبعا هذه اسباني اصفر، هذه الاسباني الاصفر الجامبو، وهذه السوري جاسم. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفق الجميع، ويا جماعة اللي يشوف الفيديو يقول ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفق الجميع في كل خير، وتحياتي لكم اخواني من الكويت العبدلي، مزرعة الخالدية. اخوكم ماجد العلي صاحب المزرعة ابو عبد الرحمن. حبيبي على راسي والله يا ابو عبد الرحمن، الله يسلمك ان شاء الله. ما شاء الله.